كيكة عيد الميلاد. الكل حمسوا على أجمل وصفات وأنا راح نقدمهم لكم. نديروا 6 بيض، أنا حطيت 7 لأنه كانوا حبات البيض صغار. نحطوا عليهم كاس سكر وفانيلا ونضربوهم مع بعض حتى يتضاعف حجم الخليط ويصبح لونه أبيض. مدة الخفق تكون 10 دقائق. بعد ما يصبح البيض والسكر بهذا الحجم وهذا اللون الرائع، نرش عليه الطحين والكاكاو. لازم تكون حركة الخفق من الفوق لتحت بالمشبك اليدوي، ولازم كل مرة نعطيله ضربة ضربتين حتى نفضيه من الخليط. بعدين نجيبوا سباتيول ونخلطه مع بعض من الأسفل إلى الأعلى حتى لا ينزل خليط الكيك أو خليط الجينواز اللي عندنا. نجيبوا صينية الكيكة، أنا جبتها صينية عالية نوعا ما. ندهنها بقليل من المارغرين أو الزبدة. بعدين نضع في قاع الصينية ورق الزبدة، وهو كذلك لازم أنه نطليه بالقليل من الزبدة على السطح. نرشه القالب تاعنا بقليل من الطحين الأبيض حتى يغطي كامل الزبدة. هذا الشيء راح يتفادى أنه يلتصق الكيك أو الجينواز بالقاع وكذلك بالحواف. بكل سهولة راح تطلعوه من الصينية. هذا هو القالب تاعنا، أصبح جاهز، وخليط الكيك كمان جاهز. نكون سخنا الفرن مسبقا على درجة عالية، لكن بعد ما نحطوا الكيكة داخل الفرن نقصوا النار قليلا ونخلوه ينضج. مدة النضج تكون من 12 إلى 15 دقيقة حسب الأفران. انتي كل مرة أو لما تشوفي إنه الخليط أو إنه الكيك عفوا أصبح جاهز، شكي فيه عود الشواء ولاحظيه إذا كان ناشف فهو جاهز. هنا نحضروا الشونتيه تبعنا اللي هي الكريمة العادية، كأس من الشونتيه مضاف له كأس من الحليب. حبيت انه يكون تزيين الكيك باللون الازرق. بالاول كانت عندي فكرة بعدين غيرتها تماما، كان بدي درجات الازرق بعدين حطيت بس درجة واحدة من الازرق. بعد ما الكيك تاعنا خرجناه من الفرن نخليه يبرد شوية، قطعته انا الى 4 دوائر. في كل دائرة لازم نشربها بشراب السكر العادي، كأس من السكر مضاف له كاستين من الماء، ومن بعدها نحطه كريمة الشانتيه فقط على الحواف، ومن بعد نحطه في النصف. أنا طبقاتي زينتهم بمربى الكرز والنوتيلا، طبقة من مربى الكرز وطبقة من النوتيلا وطبقة من الكريمة الزرقاء. انتو هنا لكم الاختيار، تستطيعوا إضافة فواكه، تستطيعوا تركه أبيض فقط بكريمة الشانتيه حسب الرغبة. أنا زينت الحواف بالكريمة الزرقاء على شكل تموجات، فقط إنه تضعي الكريمة ومن بعد إنه تضغطي عليها حتى تطلع لك هاي التموجات. هنا أضفت الملون الذهبي، كان عبارة عن بودرة، أضفت له عصير ليمون، قليل من عصير الليمون، ومن بعد حطيته في أطراف الكيكة ورشيته على الجوانب. أيوة. ومن بعد حطيت كريمة الزرقاء من الشانتيه في كأس عادي حلواني ووضعت هذه الدوائر. حبيت انه نغيره شوية من الطابع التقليدي او الطابع اللي متعودين عليه. ومن بعد حطيت بكاس حلواني القليل من الكريمة الزرقاء والبيضاء وكذلك نفس الشيء.
نضغط قليلا بحافة الملعقة حتى نشكل أشكال جميلة. من بعد نسوي الأماكن اللي بقت فارغة. أنا حبيت أنه نستخدم عجينة السكر الجاهزة، فرسمت عليها تيم الحفلة اللي كان مرسيدس، وكتبت فيها باللون الذهبي نفسه اللي استخدمته في التزيين كما راح نشوفوها، وألصقتها على الكيك. كان شكلها رائع وجديد ومبتكر وأنا حبيتها جدا. انتوا بإمكانكم انكم ترسموا أي شيء تحبوه، أو انكم تزينوها بفراشات بورود، حيث ما كان عندكم استطاعة وقدرة على هذا الشيء. هنا كيكتنا أصبحت جاهزة، وهي كيكة سهلة جدا للمبتدئات، وتستطيع أي امرأة أنها تسويها بالبيت، عيد ميلاد أطفالها، زوجها، أو أي فرد من أفراد العائلة. نتمنى أن هاي الكيكة عجبتكم، وإن شاء الله يكون لنا محاولات تانية ونتشاركها مع بعض. أي سؤال، أي استفسار، أي تعليق اكتبوا لي تحت.